في الفيديو ده هقول لك على 10 مجالات لو اتعلمت اي مجال فيهم وبقيت شاطر فيه هتعمل منه فلوس كويسه جدا. والجميل ان المجالات دي اي حد يقدر يتعلمها ويشتغل فيها لانها مش بتتطلب شهادات او كليات معينه، والاجمل ان هقول لك على مصادر تتعلم منها اي مجال منهم بشكل مجاني تمام. فاهلا بيك في فيديو جديد على قناه نادي القراءه العمليه. عايزك تعمل لايك للفيديو ده حالا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وطبعا لو دي اول مره ليك هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس لو انت مهتم بالتعلم والعمل عبر الانترنت. يلا بينا نعرف المجالات مع بعض. اول مجال معانا هو مجال الموشن جرافيك. المجال ده من امتع المجالات اللي ممكن تتعلمها وتشتغل فيها، وكمان العائد المادي بتاعها كويس وعالي جدا. وطبعا ده على المدى البعيد لما تكون محترف في المجال حرفيا هتلاقي العائد المادي بتاعها عالي جدا جدا. طيب ايه هو الموشن جرافيك باختصار؟ موشن يعني حركة، وجرافيك يعني رسوم، يعني معناها الحرفي الرسوم المتحركة او تحريك الرسوم. اما معناها العملي هو فن تحويل المعلومة او الرسالة اللي انت بتحاول توصلها عن طريق رسوم وكلمات متحركة. طيب تعالوا ناخد مثال عملي مع بعض عن الموشن جرافيك. زي ما انت شايف الفيديو اللي بيتعرض قدامك ده مثال صغير عن الموشن جرافيك. يعني من الاخر لو انت بتحب المجالات الابداعية فالمجال ده هيكون مناسب جدا ليك. طيب هل المجال ده اقدر اشتغل فيه من الموبايل؟ للاسف لا، ولكن ما تقلقش لو كملت الفيديو ان شاء الله تعرف مجال او اكتر تقدر تشتغل فيهم من الموبايل بتاعك. طيب تتعلم المجال ده ازاي؟ في وصف الفيديو هتلاقي رابط يوصلك للدليل اللي قدامك ده، والدليل ده دليل شامل عشان تتعلم الموشن جرافيك وتعرف كل شيء عنه، ازاي تتعلمه، ايه هي اهم البرامج، وازاي كمان تبدا تشتغل في المجال ده وتكسب منه فلوس. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال الكوبي رايتنج او مجال كتابه الاعلانات. والمجال ده من اكتر المجالات ربحيه في الوقت الحالي، وفيه فرص شغل كتيره جدا جدا، ولو بقيت شاطر في المجال ده حرفيا هتاكل الشهد من وراه. والمجال ده باختصار هو فن كتابه محتوى يقنع الزائر او القارئ انه ياخد اكشن معين او يعمل فعل معين، زي مثلا ان يشتري منتج معين او يحجز في كورس معين. يعني باختصار هو فن الاقناع عن طريق الكتابه. طبعا المجال ده علم كبير جدا وله قواعد لازم تعرفها وتطبقها كويس جدا عشان تقدر تكتب كوبي ناجحه تقنع العميل بتاعك انه ياخد الاكشن اللي انت المفروض تقنعه بيه. الخبر الجميل بقى ان المجال ده تقدر تتعلمه من الصفر من خلال الدليل اللي قدامك ده، وبرضه هتلاقي الرابط بتاعه في وصف الفيديو. هتلاقي فيه افضل المصادر والكورسات المجانيه اللي تساعدك تبدا في المجال ده من الصفر حرفيا. فلو انت بتحب الكتابه وعندك فيها موهبه ولو قليله فالمجال ده من احسن المجالات اللي تقدر تستغل فيه الموهبه اللي عندك. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال الديجيتال ميديا باينج. يمكن تكون دي اول مره تسمع عن المجال ده، ولكن حرفيا المجال ده من اكتر المجالات اللي العائد المادي بتاعها عالي جدا جدا، وده لانه واحد من اهم فروع مجال الديجيتال ماركتنج. طيب مين هو الديجيتال ميديا باير؟ يعني الشخص اللي بيشتغل الوظيفه دي بيكون دوره ايه؟ باختصار ده المسوق المسؤول عن الاعلانات عبر الانترنت، وكمان بيكون مسؤول عن وضع الخطط والاستراتيجيات والميزانيه لكل اعلانات الشركه او البراند على جميع منصات التواصل الاجتماعي. وطبعا بيكون له مهام كتيره جدا، من اهمها انه بيخطط للحملات الاعلانيه المختلفه وتحديد الهدف التسويقي لكل حمله. كمان بيكون عارف الجمهور المستهدف كويس جدا عشان يقدر يحدد المنصه المناسبه اللي يعمل عليها الاعلانات دي. كمان بيكون عنده معرفه كبيره جدا باغلب مواقع التواصل الاجتماعي وازاي يعمل حملات اعلانيه عليها. وبرده في وصف الفيديو هتلاقي مصادر تساعدك في تعلم المجال ده. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال الاس اي او، والثلاث حروف دول اختصار لسيرش انجن اوبتمايزيشن، ومعناها بالعربي تهيئه وتحسين المواقع الالكترونيه للظهور على محركات البحث. والمجال ده من اكتر المجالات اللي فيه فرص شغل كتيره وكمان بعائد مادي عالي جدا. والمجال ده حرفيا من اقرب المجالات لقلبي لانه يعتبر التخصص بتاعي، وقطعت فيه شوط كبير جدا، وكمان شفت اثره وقوته في ارض الواقع وبشكل عملي. والمجال ده طبعا تقدر تشتغل فيه كفريلانسر او تشتغل فيه في شركات خاصه، ولكن الاجمل بقى انك تقدر من خلال المجال ده لو اتعلمت كويس تبدا مشروعك على الانترنت وتكبره باقل ميزانيه ممكنه ويعود عليك بارباح كبيره جدا. يعني على سبيل المثال ممكن تعمل ويب سايت في مجال انت بتحبه زي ما اتكلمت كتير قبل كده، وتبدا من خلال شطارتك في المجال ده تجيب زيارات كتيره جدا للموقع ده من محركات البحث، فبالتالي ارباحك بتزيد جدا جدا وبتكون بتكبر الحاجه بتاعتك انت. ده تقريبا المسار اللي انا مشيت فيه، بجانب طبعا ان
واشتغلت كتير في المجال ده في شركات تانية كفريلانسر او في القطاع الخاص. فلو انت حابب تتعلم مجال يكون مضمون والعائد المادي بتاعه قوي، فانصحك بتعلم مجال الاس اي او، خاصة لو انت شخص انطوائي ومش بتحب التعامل مع الناس، فالمجال ده هيكون مفيد جدا ليك. وهتلاقي في وصف الفيديو مسار تعليمي شامل اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. واهم نصيحة اقولها لك في المجال ده انك لازم تطبق بشكل عملي عشان تقدر فعلا تلاقي عائد كويس وشغل في المجال ده. وهو ده بالظبط اللي حصل مع محمد محي، واحد من متابعين القناة هنا. وزي ما انتم شايفين كده دي قصة نجاحه في مجال الاس اي او، وده بوست كان كاتبه على لينكد ان بيعرض فيه نتائج شغله الاخيرة في مجال الاس اي او. فانا كتبت له بالتوفيق يا محمد استمر. بيقول لي حقيقي مبسوط جدا بتعليقك عشان انت اول واحد في السوشيال ميديا في وقت ما تخلي دماغي تنور على حاجة اسمها اس اي او، اللي هو بقى مجال شغل اساسي بالنسبة ليا دلوقتي. فشكرا اولا على تشجيعك وعلى دعمك بشكل غير مباشر من خلال فيديوهاتك. دي كانت قصة نجاح بسيطة جدا لشخص مجتهد كان صادق مع نفسه وبدأ يذاكر بجد وركز في مجال واحد، وبفضل الله دلوقتي بقى بيشتغل في المجال ده. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال اعلانات الفيسبوك. المجال ده تقريبا بيحتاجه اي حد عنده بيزنس سواء كبير او صغير. فتخيل بقى لو انت بقيت صنايعي في المجال ده، يعني بقيت شاطر في انك تعمل اعلانات على الفيسبوك بتجيب بيها نتائج للبيزنس اللي انت بتسوق له، سواء كان البيزنس ده بتاعك او بتاع شركات او شخص تاني انت بتشتغل معاه فريلانسر. وانا متاكد انك تعرف حد او اكتر حواليك بيدور على حد يعمل له اعلانات على الفيسبوك. فانت بمجرد ما بتتعلم ازاي تعمل اعلانات فيسبوك بشكل احترافي، حرفيا هيكون معاك مفتاح يفتح لك ابواب كتيره جدا، سواء زي ما قلنا تسوق للبيزنس بتاعك انت لو انت عندك منتج او خدمه بتبيعهم، او انك تشتغل بالمجال ده كفريلانسر او في شركات زي ما قلنا. ويعتبر مجال الفيسبوك ادز هو فرع من فروع الميديا باينج اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. فلو انت مش حابب تتخصص في كل المنصات وحابب تبقى متخصص في منصه واحده بس زي الفيسبوك اللي كل الناس تقريبا بتعلن عليها، فهتلاقي في وصف الفيديو مصادر تساعدك لاحتراف المهاره دي بشكل مجاني ان شاء الله. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال برمجه التطبيقات وتحديدا تطبيقات الاندرويد. مش محتاجين نتكلم عن اهميه المجال ده، واي مجال مرتبط بالبرمجه فهو مجال له مستقبل والعائد المادي بتاعه كويس جدا. ومن احسن المصادر اللي ممكن تتعلم منها مجال برمجه تطبيقات الاندرويد هو الكورس المجاني اللي بتقدمه شركه جوجل. زي ما انت شايف دلوقتي قدامك على الشاشه، ده كورس كامل مقدم من جوجل بيبدا معاك من الصفر خالص اهو لحد كمان ما تبدا تعمل تطبيقات بايدك انت، وساعتها هتكون اندرويد ديفلوبر. اهو زي ما انت شايف الكورس قوي جدا جدا وبيتكلم في كل حاجه تقريبا، وكمان بتتعلم بشكل عملي، وهتلاقي رابط الكورس ده في وصف الفيديو ان شاء الله. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال الفرونت اند ديفلوبمنت، وده فرع من فروع برمجه المواقع، لان برمجه المواقع بتنقسم لحاجتين، في الباك اند ديفلوبمنت وفي الفرونت اند ديفلوبمنت. الفرونت اند هنا هو الجزء الامامي او واجهه الموقع، وده برضو مجال مطلوب جدا وفرص الشغل فيه كتيره جدا جدا. ومن احسن الاماكن اللي ممكن تتعلم منها المجال ده بشكل مجاني من البدايه خالص هو الموقع اللي قدامك ده. موقع ممتاز جدا جدا هيعلمك هو زي ما هم كاتبين كده كل شيء انت محتاجه عشان تبدا في برمجه المواقع، وهتتعلم لغات كتيره اساسيه زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت وغيرها من اللغات، وكمان هتطبق بشكل عملي وهتعمل مشاريع جوه الكورس ده. كل ده بشكل مجانا تماما من خلال الموقع ده، وهتلاقيه في وصف الفيديو ان شاء الله. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال تصميم المواقع. حرفيا المجال ده مربح جدا جدا خاصه في الوقت اللي جاي، لان اغلب الناس دلوقتي بتتجه ان يكون عندها ويب سايت على الانترنت. فلو انت اتعلمت مهاره تصميم المواقع، انك تصمم مواقع احترافيه وتحديدا من خلال وورد بريس، حرفيا هيبقى قدامك فرص شغل كتيره جدا جدا. ولو بقيت شاطر في المجال ده هتعمل منه فلوس كتيره جدا، والكلام ده بقوله لك بثقه لان ليا اصدقائي في المجال وما شاء الله بيعملوا منه فلوس كويسه جدا. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال الجرافيك ديزاين، وطبعا مش محتاجين نتكلم عن المجال ده. اعتقد ان انا وانت عارفين ان المجال ده مطلوب جدا جدا لاي بزنس او لاي مشروع، لان كل الناس بتحتاج تعمل تصاميم احترافيه لشغلها سواء للسوشيال ميديا او انها تعرض الخدمات او المنتجات بتاعتها بشكل احترافي عن طريق التصميم. فلو انت بقيت جرافيك ديزاينر وتعلمت المجال ده كويس جدا، فحرفيا هتلاقي فيه فرص شغل كتيره جدا خاصه على مواقع العمل الحر زي موقع خمسات اللي اتكلمنا عنه قبل كده. والدليل اللي قدامك ده هتلاقيه في وصف الفيديو برضو، ده دليل شامل عشان تتعلم برنامج الفوتوشوب، واحد من اهم البرامج الاساسيه اللي بتستخدم في المجال ده. لو اتعلمت البرنامج ده فقط وبقيت شاطر فيه هيجيلك شغل كتير جدا ان شاء الله. المجال اللي معانا بعد كده هو مجال المونتاج او تعديل الفيديوهات، وده برضو فيه فرص شغل كتيره جدا جدا خاصه على مواقع العمل الحر، وبرضو العائد المادي بتاعها عالي جدا خاصه لما توصل لمرحله الاحتراف. وطبعا كلنا عارفين دلوقتي ان الفيديوهات اصبحت جزء اساسي من
من اي عمليه تسويق بتتم على الانترنت. فالمهاره دي مطلوبه جدا، وكمان لو انت حابب تبدا تعمل قناه على اليوتيوب فالمهاره دي هتفيدك جدا لو اتعلمتها عشان تبدا تعمل فيديوهات احترافيه. والمجال ده تقدر تشتغل فيه من الكمبيوتر وده الافضل طبعا، وكمان ممكن تشتغل فيه من موبايلك زي الفيديو اللي شرحته من قريب عن ازاي تعمل مونتاج احترافي للفيديوهات عن طريق الموبايل بتاعك. وهتلاقي مصادر في وصف الفيديو تساعدك تبدا في المجال ده بشكل مجاني ان شاء الله. طيب كده احنا ذكرنا تقريبا اهم المجالات، طبعا في مجالات تانية كتير ولكن انا قلت لك كده بعض المجالات المهمة جدا حاليا واللي كان ليا فيها تجربة او ليا فيها معارف بالفعل بيكسبوا منها فلوس وهم لسه طلبة بغض النظر عن مجال الكليات بتاعتهم. طيب الخطوة اللي بعد كده بعد ما تتعلم المجالات دي ايه؟ الخطوة اللي بعد كده انك هتحدد انت عايز تبدأ تشتغل ازاي. هل حابب تشتغل في شركة ولا حابب تشتغل كفريلانسر ولا حابب تاخد المهارة دي وتشتغل بيها بشكل خاص ليك انت؟ لو هتسألني عن نصيحتي هقولك انك حاول تقسم البلد نصين، يعني هتحاول تشتغل في شركة او كفريلانسر من ناحية عشان طبعا تكسب خبرة ويبقى عندك بورتفوليو قوي، وبعد كده تيجي المرحلة التانية وهي انك تاخد كل اللي انت اتعلمته ده وتبدأ توظفه في البيزنس الخاص بيك انت وتبدأ تبني براند اونلاين لنفسك. فشوف الانسب ليك ايه، هل الوظيفة يعني هل وقتك يسمح انت دلوقتي خريج جديد وتقدر تلتزم بوظيفة كاملة، ولا انت لسه طالب او شغال بالفعل في وظيفة وحابب تزود مصدر دخلك بمصدر دخل جانبي؟ فساعتها هيكون العمل الحر مناسب جدا ليك. هتلاقي كورس العمل الحر في وصف الفيديو. اما لو حابب بقى تبدأ تاخد كل الكلام ده وكل الخبرة دي وتحولها لمشروع خاص بيك انت وتبني براند اونلاين، هو ده هيكون موضوع الفيديو اللي انا بحضر له، وهو ازاي تاكل الشهد من المعلومات او الخبرة اللي عندك حرفيا عن طريق الانترنت. فلو انت مهتم بالفيديو ده اكتب كلمة مهتم بالتعليقات، وكمان عرفني ايه هو المجال اللي انت هتبدأ فيه، واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.